افكار جديده. يلا بينا نشوف اول فكره. لو عندك المساحه بتاعه الازاز دي، حطي عليها السلكه بالمنظر ده، وهتقدري تستخدميها بطريقه سهله جدا ان انتي تدعكي بيها الحيطان او الارضيات زي ما انتي عايزه. لو عندك بقى اكياس اللي هي بتاعه اي مفارش بلاستيك او كده، تقدري وعندك الكومبينيشن مسدود، تقدري ان انتي تحطيه بالمنظر ده وتبتدي تسلكي الكومبينيشن زي ما انتي شايفه كده من الفتحه دي. هيبقى اقل لسمس وهتبقى منظمه اكتر. الطنج بقى بتاع الكفتة والحاجات دي، لو حطينا عليه فوطين بالشكل ده هيشتغل معانا كأنه فوطة للريش بتاعت الشبابيك بتاعت الشفاطات. يا جماعة خطير، يا جماعة خطير بجد. يعني عجبتني الفكرة بتاعته جدا وبعملها كتير قوي. بالنسبة بقى لطفل الشاي، ودي قلتها قبل كده نقولها تاني علشان مهمة. لما تيجي تفضي كوباية الشاي، حاولي تحطي منديل الأول عشان الطفل يصفي ميته، وتشيلي الطفل وترميه في الباسكت من غير ما يسد لنا مواسير ويعمل لنا أي أزمة. الفكرة دي بقى خطيرة جدا وبتنفع قوي لما المية تتقطع. كذا ازازة كده امليها، اخرميها كام خرم، وابتدي ان انتي اغسلي كل المواعين بتاعتك واقفليها كأنها حنفية بالظبط. يا جماعة بجد فكرة عبقرية وسهلة قوي ومش هتاخد منك مجهود. بالنسبة بقى للخضرة اللي بتقرفنا، في تقطعها بالمبشرة او المبشرة الكبيرة او صغيرة، ابتدي ان انتي شديها كده هتتفك لوحدها بمنتهى السهولة. لو عندك بقى الليفه اللي زي دي، ابتدي كده حطيها في المشبك، وطبعا ليفه تنظيف مستغنيه عنها، وامسحي بيها مجاري الالوميتال، مجاري الدولاب لو الدولاب عندك جرار. بجد منجزه قوي وبتبقى سهله وهاندي كده في الايد. بالنسبه بقى للشاليمو، كان عمرك كام سنه لما عرفتي ان الشاليمو احسن طريقه ان انتي تحطيه بالعكس؟ يا جماعه بالعكس كده بيوصل لاخر قطره من العصير، ودي معلومه هامه اهم من الفيديو كله يعني. بالنسبة للبارفانات، عنيها في الفريزر دايما كل ما تستخدميها علشان تفضل ريحتها ثابتة معاكي وفواحة. لو عندك بقى الزرع بتاعك محتاجاه يكبر كده ويشعشع وحاساه دايما ضعيف، اعملي السماد اللي هقولك عليه ده. معلقه كبيره من الخميره، سيبيها ليله كامله يا جماعه في ميه، تمام؟ ليله كامله اهم حاجه، لغايه ما تلاقي الميه اتحولت تاني يوم بالشكل ده اللي انتوا هتشوفوه ده. واسقي بيه بقى الزرع واديله اسبوع، اسقي بيه بقى كل الزرع، اديله اسبوع بس يا جماعه، وهتشوفي اختلاف تام في التربه والزرع، ولو في زهور ما بتطلعش هتطلع بجد حلو قوي. بالنسبه بقى لفرشه الحوض، ابتدي ان انت افتحيها بالشكل ده وحطي فيها اي سائل التنظيف، ودايما تبقى سهله معاكي ان انت تشتغلي بيها من غير ما تحتاجي تحطي سائل التويلت. علب المناديل بقى ما تترميش، تجيبي الاكياس كده وتبتدي ان انت تحطيها فيها، هتبقى منظمه جدا. تحطيها في الادراج، تشتري الكيس كانه مناديل، بجد بتروق الادراج يا جماعه بطريقه حلوه قوي لذيذه جدا. بالنسبه بقى لغطا الحله، يعني دي هك تافهه شويه بس والله بعتمدها. ما تحطوش على كده، لا، اسنديه على ايد الحله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا التفاهه، بس حلو حلوه. إيه الشرابات، انا بحب دايما انشر شربات بالشكل ده. الشكل ده بيخلي شربات تتفرد اكتر وبيخليها انها تنشف بسرعه. المفاتيح بقى اللي بتقرفنا، جربي كده اعمليها بشاليمو، بس لازم الشاليمو تبقى صغيره مش كبيره، وهيدخل معاكي بمنتهى السهوله المفتاح. دي بقى معلومة مهمة جدا وبصراحة يعني بتنقذ حياة. تجيبي كده بكر المناديل، والحاجات اللي تعدي منه دي ممنوع تديها للأطفال، دي معناها ان الأطفال ممكن يبلعوها. الحاجات اللي ما تعديش دي سيف ان انت تديها للأطفال بتوعك. ريم الفراخ انا دايما بشيله من مناديل. الناس بتقول قرف وايه ده، طب انتوا بتحطوا البطاطس على المناديل تصفي زيت وده اكل برضو؟ لا مش قرف يا جماعة ولا حاجة. منديل تيشيو بتاع المطبخ هتجيبوه تشيلوا بيه الريم، سهلة جدا ومش هيهدر الشوربة معاكم كتير. الطريقه دي بعملها كتير بقى لما اجيب ليمون كتير. بجيب الليمون كده واعصره كله بالشكل ده لو عندي ليمون بالزياده، وابتدي ان انا احطه في قوالب التلج، واعين بقى قوالب التلج دي في الفريزر يا جماعه، واطلعها مكعبات. عايزه اقول لكم بتسهل عليا الدنيا. بعمل عصير ليمون بقى وقت ما انا عايزه استخدمه على طول مكعب. بصوا سهل للسلطات للتتبيلات لكل حاجه، بجد بتسهل عليا حياتي. برطمانات العسل يا جماعه بجد علشان ما يجيلهاش نمل او حشرات، حاولوا تحطوها في فويل كده بالمنظر ده. الاسطوره بتقول ان الحشرات بتشوف نفسها فبتتخط وما بتقربش، يعني الفويل بيبقى عاكس ليها، بس ما اعرفش دي اسطوره ولا لا، بس بجد هو بيحافظ عليه من النمل ومن الحاجات دي. لو عندك بصل كتير، دايما احرقي الراس بتاعته قبل ما تحط، خزنيه عشان يفضل معاكي مده اطول. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان افكار تانية.